حضرة الوكيلة، تمثيلية من تأليف رشاد حجازي، إخراج يوسف حجازي. يسري الله يسري. نعم يا ستي. نعم افندم. مالك يا اخويا؟ بتفكر في ايه وسرحان في ايه؟ ابدا يا اختي ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ فنجان القهوة اللي طلبته بقاله زيادة عن ساعة قدامك ولا انتهيت؟ صحيح القهوة. طيب يا ستي كتر الف خيرك، هشربها اهو، بس كنت سايبها تستهدى شوية. تستهدى ايه؟ دي تلجت. لا يا يسري، انت مش معانا ابدا اليومين دول. ده صحيح يا راوية. انا تعبان يا راوية، تعبان قوي. تبقى المقدمة اياها. لا يا حبيبي، احنا لسه في 5 منه. 5 منه ايه؟ قصدك ايه بقى يا ست راوية؟ امال يا سي يسري، انا فاهمك كويس. تعمل انك مهموم وزعلان لحد ما اطب انا واسألك، تطلع الحكاية ازمة مالية. لا يا ست، من ناحية دي اطمني، الجيب لسه عمران والحمد لله. ايوه كده، اتكلم بقى وخد راحتك. لا وحياتك سيبيني في حالي دلوقتي، احسن دي حكاية صعبة قوي. اخفى عليك يا يسري، هتخبي عن اختك حبيبتك. راوية، المرة دي أزمة عاطفية يا راوية، مش أزمة مالية. يا نهارك زي بعضه. وقفت يا يسري؟ صبيتي عن اختك؟ ولا حد سمع عليا يا عين اخوكي. ومستني ايه؟ المأذون ساكن في نفس الشارع، ايدك في ايدي وطيران على بيت الحبوبة. يا ريت يا راوية يا ريت، ما كانش يتعز يا ست هانم وما كانتش العين بكت. ايه المانع بس؟ مش تفهمني. طلبتها ورفضت. رفضت انت رخرة، هو انا استجرى اطلبها عشان ترفض؟ يا نهاري للدرجة دي؟ طلعت مين الحبيبة دي؟ عارفة الحبيبة مين يا راوية؟ مين؟ الرئيسة بتاعتي يا راوية. بحب حضرة الوكيلة يا راوية. يا نصيبتي، وايه اللي وقعت الوقعة السودة دي يا اخويا؟ دي لازم ست كبيرة. ابدا والله يا راوية، تطلع قد كده في السن ويمكن اصغر شوية. مش معقول. امال تبقى رئيس عليك ازاي؟ ما بلاش احراج انت كمان، ما هو على ايدك. مش كنت باخد السنة ب2 طول عمري، وتلاقيها كانت البنت نبيهة تلايمت على الشهادة قبل مني بكام سنة، وما تجيش الطوبة الا في المعطوبة زي ما بيقولوا، وما احبش الا الرئيس. قلت لي بقى اتاريك موظف مجتهد، موظف ممتاز وبس. ده انا لو امرتني المع ازاز شبابيك المكتب ما عنديش مانع، امسح البلاط والله العظيم، اقلع الجاكيتة وامسحه بيها. يا عيني يا عيني، يا بختها بيك حضرة الوكيلة، ياك تكون بتعاملك كويس. امال ابدا وحياتك، محملاني فوق طاقتي، انا في نظرها حمار شغل. الله، وقفت ليه يا يوسف؟ على فين ان شاء الله؟ على المكتب يا راوية، عندي كم ملف كده عايز اخلص منهم. يا راجل اقعد معنا بقى الليلة دي، محسن زمانه جاي ونفسه يشوفك. لا ما اقدرش يا راوية، الست الرئيسة قالت انها هترجع المكتب بعد الظهر. لا ما عطلكش بقى، قلبي عندك. دعواتك الصالحة يا اختي، اتجهي للقبلة الشريفة وقولي يا رب يا قادر تحنن على اخويا قلب الست نظرة يا ام هاشم، انا محسوبك والنبي. يا نهاري، الست الوكيلة اسمها ام هاشم؟ هاشم ايه انت رخرة؟ اسم اول ولد نجيبه يا راوية، الحصل نصيب يعني كده. طب اسمع يا يوسف. نعم. خد منها معايا. يا نهار اسود، ميعاد بتقولي؟ انا اقول للست الرئيسة اديني ميعاد؟ وبعدين يا يسري، مش تستنى يا اخي لما اكمل كلامي؟ نعم يا ست اتفضلي. قصدي اقول لك خد منها ميعاد ازورها فيه، مين عارف يمكن يعني. يمكن ايه انت الاخرى دي؟ تلاقيها حاطه عينيها على مدير الشركة، على عضو مجلس الادارة المنتدب، مش حتة موظف صغير لسه بيحبي على السلم. يا سيدي ما يجراش حاجة، على الاقل اشوف ذوقك الايام دي ايه. على اي حال هجرب، بس على الله ما اطلعش من عندها بخصم يوم من المهية. ودلوقتي بقى باي باي. باي باي. دعواتك الصالحة يا اختي، اوعي تنسي والنبي. ايوه يا استاذ يسري، انا هقرا كل ورق بنفسي، تقدر تروح انت بقى. اروح ازاي يا سيادة الوكيل؟ مش جايز يعني تطلبي بيان، تحتاجي لكتابة مذكرة؟ انا والله بعتبر نفسي مجند لخدمة حضرتك يا فندم. خدمتي انا؟ وخدمة الشركة يا سيادة الوكيل. احنا في عهد نهضة جديد وانتاج سريع يا فندم، ولازم كل واحد مننا يضحي بكل وقت وجهده
في سبيل الصالح العام. ده صحيح يا أستاذ يسري، والحقيقة بقى أنت موظف كفء ونشيط. أفهم من كده يا فندم إنك راضية عني يا سيادة الوكيلة؟ جدا. وأنا كمان راضي عنك يا فندم. ومش بس كده، يعني أقدر أقول إني في غاية السعادة اللي بشتغل تحت رئاستك أنت بالذات يا فندم. إيه وبعدين بقى إيه ده؟ قلنا 100 مرة بلاش المجاملات الشخصية. دي مش مجاملات أبدا والله، ده شعور حقيقي من جوه، شعور نابض من جوه قلبي. طيب يا سيدي متشكرة أوي، تقدر تتفضل بقى من غير ما تروح. أيوة يا فندم حاضر، خارج أهو. بس والله عندي يعني بقول عندي موضوع شخصي كده عايز أكلمك فيه. طيب نعم يا أستاذ اتفضل. أنا أنت إيه لما تتكلم؟ أنا عايش لوحدي خالص يا فندم. أختي الوحيدة اللي كانت فضلالي اتجوزت، وأبي